بيبدأ فيلم النهارده بمتحف كبير للوحات الفنية والرسومات، وكان في اسطنبول. وبنشوف حرامي داخل المتحف، وكان في واحدة هاكر بتساعده وكانت بتشغل الحارس عن الكاميرات. وبالفعل دخل الحرامي المتحف وبلغها انه وصل، وهي عطلت له كل اجهزة الانذار وقالت له الطريق امن، تقدر تدخل عند اللوحة دلوقتي. وراح ودخل عند القاعة الكبيرة في المتحف، ولما وصل عند البوابة دخل الرقم السري بجهاز كان معاه، ودخل قاعة تانية أكبر وكانت مليانة لوح وتماثيل نادرة، وابتدى فعلا ينزل اللوحة عشان يسرقها. ولما خلص حط مكانها حصوة سودا وخرج. وتاني يوم الصبح كانت الشرطة ملت المكان، ووصل 2 ضباط من الانتربول، الشرطية أولين والشرطي أوزان، وكانوا من وحدة جرائم الفن. ودخلوا وقابلوا الضابط المسؤول واداها الحصوة اللي اتحطت مكان اللوحة، وبعدها خرجوا من المكان وقعدوا مع بعض. وأولين بتقول ده كده حرامي متاحف، ومش أي متاحف، لا دي المتاحف اللي فيها قطع أثرية لا تقدر بثمن. وبرغم كده الحرامي ما سرقش إلا لوحة واحدة، واللوحة دي كانت أقل قيمة بين اللوح. وقدام نفس المتحف وكان في مجموعة أصحاب، وواحد بيسألهم مش عايزين تعرفوا خطتي الجديدة؟ وبنعرف إن دول الحرامية. وبنروح عند أولين وكانت شغالة على اللوح المسروقة قبل كده، وعايزة تعرف محتوى اللوح اللي بتتسرق. وقالت لأوزان إنهم قدام حرامي رومانسي، وعرفته إن كل اللوح اللي سرقها عن الحب، وحطوا خطة إنهم يعرفوا مكان كل المتاحف اللي فيها لوح عن الحب ويراقبوها. وطبعا كانوا هيركزوا على اللوحات اللي مش مشهورة، لأنه بيسرق اللوحات المغمورة. وقالت له إن في رابط تاني بين اللوح، وهو إنه بيتبع المدرسة الوحشية في الرسم. وعرفوا إن الحرامي ده عنده خطة، وهم كمان جهزوا خطة وحطوا عينيهم على لوحتين، وكان في واحدة فيهم هتوصل اسطنبول بعد كام يوم. وقالت له أولين إن هي دي اللوحة اللي هيسرقها. ولما دخلت عند مديرها في الشغل وعرضت عليه الخطة، قال لها إن كل كلامها مجرد افتراضات. وقالت له إن اللوحة دي هتروح متحف اسطنبول بعد 4 أيام وهتتسرق، وإنها متأكدة إن الحرامي هيسرقها وهي بتتنقل أو من جوه المتحف، وإن مفيش أي احتمال تالت. وقال لها المدير إنه يتمنى إن توقعاتها تطلع حقيقة. وبعد 4 أيام وراحت أولين وأوزان على متحف الرسم والنحت، ولما دخلوا وسألوا على اللوحة عرفوا إنها وصلت، ودخلوا بسرعة على جوه. وهم في الطريق صوت انذار عالي وجريوا بسرعة، وادوا أوامر بقفل الأبواب كلها، والناس ابتدت تخاف والجو اتوتر. ولما وصلوا عند اللوحة كانت الحصوة هي اللي موجودة، واللوحة اتسرقت. وأولين ما كانتش مصدقة وجريت بصت من فوق، وشافت واحد شايل شنطة وندهت عليه، وطبعا ما ردش عليها ونزلت جري وراه. وكانت بتبص عليه تاني، والدنيا بقت زحمة والكل خايف، ولمحته خارج بره وبرضه طلعت وراه. ولما طلعت وجهت عليه المسدس عشان توقفه، واتسمرت في مكانها ورجعت بالذاكرة. وكانت قاعدة بتسمع الأخبار اللي بتقول إن رجل الأعمال جوني أرات اختفائه عامل لغز كبير، وإنه بقاله 3 شهور مختفي، وإنه احتمال يكون مات. وبنرجع تاني وهي رافعة المسدس ومش مصدقة نفسها ونزلته، والحرامي ركب العربية ومشي واللوحة جنبه. وبترجع أولين بالذاكرة تاني وكانت بتتفرج على الأخبار برضه، وكان رجل الأعمال ده طلع عايش ومحدش يعرف كان فين. وبنرجع للوقت الحالي، وطبعا في سر في الموضوع. ولما راحت تفرغ الكاميرات كانت فيرا معطلهم ساعة الواقعة، وقالت لهم أولين عايزة تسجيلات قبل واقعة السرقة. واشتغل التسجيل، وكان نفس الراجل وكان واقف عند اللوحة وعرفته. وراحت عند مديرها وقالت له إن دي صورة الراجل المطلوب، وقال لها القائد ده ملياردير كبير وممكن يشتري من اللوح دي كتير. وقال لها إن كلامها سخيف، وإن الكلام انتهى في الموضوع ده. وقال لها كمان إنه عارف تجربتها مع الراجل ده. وطبعا كلنا عرفنا إن رجل الأعمال اللي اختفى كان حبيب أولين. وقال لها القائد إنه عمل عنها تحريات لما طلبت تتنقل وتيجي اسطنبول، وعشان كده عرف عنها كل حاجة. وردت عليه أولين إن الموضوع ده ملوش علاقة بالماضي، وإن الراجل ده هو الحرامي اللي بيدوروا عليه. وتاني يوم وكان جوني رايح على الشركة بتاعته، وأولين رايحة على شغلها. ولما وصلت دخل عندها أوزان وقال لها يبقى الراجل ده هو اللي خلاكي تشتغلي شرطية. وقالت له بما إن الكل عرف قصتي هفهمك. وحكت له إن بعد ما جوني اختفى راحت باريس عند أمها عشان تسكن معاها، عشان لو حاول يدور عليها ما يعرفش مكانها، وإنها عجبتها شغلانة البوليس وقررت تبقى شرطية. وفهمته إن كل ده من الماضي، وإنهم لازم يقبضوا على الراجل ده. ولما سألها إن كانت واثقة إن الراجل ده هو المطلوب وقالت له واثقة، قال لها تمام أنا معاكي وحطي خطة. وقالت له إن الخطة موجودة، وإنها هترجع تتقرب منه وهتقبض عليه متلبس. ولما قال لها إن ده خطر، قالت له أنا دلوقتي شرطية، ومع إنه حرامي لكنه مش مختل ومش هيأذيني. وبعد يومين وكان في معرض لوحات فنية، وكان جوني هناك، وظهرت أولين وبص وشافها وما كانش مصدق نفسه. ولما مشيت ساب فيرا وراح وراها، واختفت من قدامه وشافها تاني وكمل برضه وراها. ولما وقفت عند لوحة راح عندها ووقف ونده عليها. ولما بصت له قال لها دورت عليكي كتير. وقالت له تمام، ده على اساس ان انا اللي اختفيت. ولما قال لها هشرح لك، قالت له لا مش عايزه شرح. وكانت هتمشي وجا مدير المعرض وقال له السيده أولين منظمه المعرض، وهي مديره معرض باريس. وساعتها استأذنت ومشيت. وبكده هو فهم انها عايشه في باريس وجايه اسطنبول مده المعرض. وتاني يوم وكانت نازله من اوضتها في الفندق، وكان جوني واقف مستنيها. ولما سالته عرف مكانها منين، قال لها دورت في اسطنبول كلها. وكانت عايزه تسيبه برضه وتمشي، وطلب منها طلب واحد بس، وهو انه يتعشى معاها وبعدها مش هتشوفه تاني لو عايزه. ووافقت وقال لها هيجيلك الساعه 7 ومشي.
وفعلا اتقابلوا على العشاء، وكان بيشرح لها سبب اختفائه، وبيقول لها انه خاف من الجواز وخاف يخسرها، وانه كان بيحبها قوي وما كانش واعي لتصرفاته. وكانت اولين بتهاجمه وبتقول له ان كلامه مش مقنع، وكمل كلامه انه حبها لدرجه خلته مرعوب وخايف. وقالت له ان هي كمان حبته وانها كانت خايفه برضه، بس كانت خايفه انها تصحى من الحلم وما تلاقيهوش، وان للاسف ان اللي هي كانت خايفه منه حصل، وانها كانت فاكراه ميت وهي اللي عاشت زي الميته فتره اختفائه. ودافع عن نفسه بانه ندمان وانه حاول يتصل بيها ويدور عليها، لكنها كانت اختفت، وانه مش هيقدر يعيش من غيرها، وطلب منها انها تسامحه. وقالت له انها ممكن تسامحه بس بشرط واحد، انه يبقى صادق معاها وما يخبيش عنها اي حاجه مهما حصل. ورجعت اولين على الفندق وكانت الخطه ماشيه معاها تمام. وتاني يوم دخل عليها اوزان وكان جايب معلومات عن فيرا، وقال لها انها اجمل هاكر الكترونيه شافها في حياته. وقالت له ما تافورش قوي كده يا اوزان. وقال لها ان امها اسبانيه وابوها تركي، وانها جت تركيا من 3 سنين واشتغلت مع جوني، وان سجلها الجنائي مليان بس هنا في تركيا لسه ابيض. وبالنسبه لقمر مفيش عنه معلومات غير انه السواق والمساعد بتاع جوني. وقال لها كمان ان جوني بعد ما قابلته امبارح راح المستودع وقابل قمر وفيرا. وبكده فهمت اولين ان في تخطيط لسرقه جديده. وفي نفس اليوم بالليل وراحت اولين على المستودع، وابتدت تخبي وشها وكانت لابسه زي الحراميه، ونزلت من العربيه ودخلت جوه وما كانش في حد موجود، ولقت رسومات وخريطه للسرقه اللي جايه. وهي بتصور اتفاجئت بمسدس على دماغها، وكانت فيرا وقالت لها ارفعي ايدك فوق. ولفت اولين واشتبكت معاها وضربوا بعض، واولين بهدلتها ضرب وجرحتها، ووقعتها فيرا برضه وكانت عايزه تكشف وشها، وضربتها اولين على دماغها بطفايه ووقعتها على الارض وجريت على العربيه. وبعد شويه قابلت فيرا جوني وقالت له على اللي حصل، وانهم كده متراقبين، وان اللي عمل كده واحده ست، وانها عرفت من عينيها وانها اكيد من الشرطه عشان كانت شاطره في القتال. لكن كان رد جوني ان ده حرامي عادي وكان داخل يسرق. وكانت اولين شغاله على الخريطه اللي هي صورتها، وبكده عرفت المكان الجديد للسرقه، وكان معرض نوفل في مدينه براغ. وتاني يوم قابلت جوني في بيته وتعشت معاه وشربوا، وقال لها ان هو بيحبها قوي وانه مش مصدق ان هي معاه، لكنه هيفتقدها اليومين الجايين عشان عنده شغل. ولما قال لها ان هو رايح على براغ اتاكدت ان هي ماشيه صح، وعرضت عليه ان هي تسافر معاه. وبعد ما كان رافض ألحت عليه لحد ما وافق. وفي اخر اليوم وكانت شربت كتير ونامت وشالها جوني وطلع بيها على فوق. وبعد ما نايمها على السرير طلع ونام جنبها وراح في النوم. ولكن اولين كانت صاحيه وما نامتش، ولما اتاكدت ان هو نام قامت ونزلت على تحت، وكانت بتدور على اي مكان سري بيخبي فيه اللوح. وبالفعل لقت مكان خزنه، ولما فتحتها لقت صوره، وكانت الصوره ليها. وافتكرت لما كانوا مع بعض والرسام رسمها، واتاكدت ان هو لسه بيحبها بجد. وطلعت ونامت، ولما الصبح طلع فاقت وراحت عنده، وكان بيلعب رياضه. وسألها لو نامت كويس، وقال لها انهم هيسافروا بعد ساعتين. وقالت له انها مش مستعده وحتى ما جابتش لبسها معاها، وبيفاجئها وكان جايب لها فساتين كتير. وبالفعل بيروحوا على المطار، وكانت شياكه قوي، وكان في طياره خاصه مستنياهم. ولما بيدخلوا كانت فيرا معاهم على الطياره، وجوني عرفهم على بعض، وفيرا بصت في عينيها قوي. وطبعا قمر كمان كان موجود. وراحت فيرا وقعدت معاه وكان شكلها متضايق. وبعد وقت قليل وصلوا على براغ، وكانوا نازلين في فندق كبير، وكان حاجز جناح وقال لها هقعد في الاوضه اللي جنبك لحد ما تغيري رايك ونقعد مع بعض. وعرفها انهم هيخرجوا بعد ساعه. وكان قمر وفيرا بيتمشوا، وفيرا قالت له انها مش مستريحه من ناحيه اولين، وقمر كان فاكر انها غيرانه منها، لكن قالت له فيرا لا، وانها حاسه ان اولين هي اللي اقتحمت المستودع، وانها عرفتها من عينيها، وان لو كلامها مش مظبوط ممكن، بس هو ده الاحساس اللي مسيطر عليها، وانها حاسه انها راجعه تنتقم من جوني. وبنروح عند جوني واولين، وقالت له لو هي دي العربيه اللي هيمشوا بيها يبقى هي اللي هتسوق. وساقت فعلا العربيه وجريت بيها، وكانت مبسوطه ومستمتعه، وقضوا وقت حلو مع بعض ورجعوا ذكريات زمان. والمدينه كانت روعه فعلا. وقال لها جوني ان اليوم لسه ما خلصش وان في مفاجاه بالليل. ورجعت اولين على الفندق، وكان اوزان هناك، وقال لها انها نسيت نفسها ونسيت المهمه وبترجع ذكرياتها. وقالت له ان الكلام ده مش مظبوط وان وجوده هنا خطر. وقال لها اوزان ان دي اخر فرصه لينا، وبعد كده القائد هينهي العمليه. ولما دخل الليل اخدها جوني وراحوا على مسرح، وقال لها انه كان لازم يوفي بوعده ويتفرجوا على العرض مع بعض. وقال لها انه ما نسيش اي تفصيله بينه وبينها، وانه هيعوضها عن غلطته. ولما دخلوا المسرح كان فاضي، واولين استغربت وفهمها ان العرض لسه على افتتاحه اسبوع، بس هيتعمل لهم عرض لوحدهم قبل العرض الرسمي. واشتغل العرض فعلا، وكان عرض راقص، وزي ما عرفنا انهم لوحدهم في القاعه، وكانوا مستمتعين جدا وكانوا منسجمين مع العرض. ولما خلص خرجوا، وقالت له انه ما كانش رومانسي كده، وسالته ايه اللي حصل، وجاوبها انه ما كانش مصدق انه هيشوفها تاني، ومش مصدق اللي حصل. ولما رجعوا على الفندق كان جوني عايز يتقرب منها ويرجعوا زي زمان، لكن اولين وقفته واعتذرت له وقالت له انها مش مستعده، وسابته ومشيت. وتاني يوم الصبح راح اوضتها، وقال لها انه عنده اجتماع وهيطول شويه، وانها لو عايزه تخرج براحتها، وانه لما يخلص هيكلمها. ونزل جوني وهي كلمت اوزان، ونزلت وركبت معاه وطلعوا بسرعه وراه. وطبعا كان رايح على المتحف، ونزلوا وراه.
ولما دخل كان لابس كاب عشان يخبي وشه من الكاميرات، ولما قربوا منه كان غاب عن عينيهم، ولما بصوا من فوق كان في واحد تاني لابس زيه بالظبط، وفهموا الخدعه ونزلوا جري، وفي ثواني صوت الانذار اشتغل، يعني اللوحه اتسرقت، وجريت على الاول وما طلعش هو، والتاني برضه مش هو. ولما وصلت عند اللوحه كانت الحصوه هي اللي موجوده، وخرجت بره القاعه جري وشافت جوني وهو خارج، ولما خرجت بره وراه كان راكب موتوسيكل وطلع بيه بسرعه، وركبت هي العربيه وطلعت وراه، وعرف ان في حد بيطارده وزود السرعه، وبرضه هي وراه وكانت بتخبي وشها عشان ما يشوفهاش. وبعد ما دخل بيها في شوارع صغيره اخدها على حاره ضيقه وقدر يهرب منها، ونزلت أولين من العربيه وكانت هتتجنن. وبعد المطارده وكان اوزان بيقول لها ان هو ذكي جدا ومحترف، وما كانتش طايقه نفسها، وكانوا رجعوا على اسطنبول، وكان القائد ادى اوامر بانتهاء العمليه. لكن أولين عرفت اوزان انها مكمله، وان جوني ما عرفش حقيقتها، وانها رايحه معاه على حفله بالليل. ولما دخل الليل والحفله بدات كان جوني وأولين مع بعض، وكانت حفله شبه تنكريه. ولما سالت عن صاحب الحفله قال لها ان هو فيصل فارلي، وانه من اقذر رجال الاعمال في البلد، وقال لها ان هو هنا عشان هيشتري كل شركاته. ولما راح عندهم وسلم عليه قال له ان هو مبسوط من الصفقه اللي عملوها مع بعض، وعرفوا على أولين وقال له انها مديرة اكبر معرض في باريس. وقال لها فيصل ان هو عنده مجموعة لوحات فنية مهمة جدا، وان كل قطعة عنده بتساوي ثروة، وانها لو عايزة تشوفها تيجي معاه. واتدخل جوني طبعا وقال له هنيجي معاك احنا الاتنين. ودخلوا كانوا ماشيين في طريقهم للوحات بتاعته، وكان المكان متأمن بارقام سرية، وكملوا تحت. وهم ماشيين كان بيقول لهم ان هو صرف على تأمين المكان ده اكتر من الفلوس اللي اشترى بيها القطع الفنية. ولما وصلوا عند باب قال لهم ان الباب ده مش ممكن يتفتح، وان لو حد غيره فتح الباب بيقفل لوحده وما يفتحش تاني، وان بصمة وشه بس هي اللي تفتحه. وقال قدامهم كلمة السر، وقال لهم ان الكلمات بتتغير كل مرة. ولما الجهاز اتعرف على وشه قال لهم بصمة صوتي هي كلمة السر مش الكلمة نفسها، يعني لو حد عرف الكلمة المهم هو صوتي. وفتحوا الباب ودخلوا قاعة وكان كلها لوح وقطع فنية وأثرية، وكان في خزنة تانية وفتحها برضه ودخلوا وراه، وقال لهم ان القطع دي من غير تمن ولسه ما اتسعرتش. وكان جوني وأولين مش مصدقين اللي هم شايفينه، وكان بيقول فيصل ان اللوح دي ما تستاهلش الفلوس دي كلها، وان ابنه الصغير يعرف يرسم احسن منها. وكانت أولين بتقول لجوني ان اللوح دي كلها مسروقة. وتاني يوم عمل جوني اجتماع وقال انه هيسرق فيصل، وعمر قال له انها اكيد نكته وانه بيهزر. ولما قال لهم ان هو بيتكلم جد ما كانوش عارفين يقولوا ايه، وانهم لو اتمسكوا هيموتوهم. وقال لهم ان هو عارف انه صعب بس هو حط خطه. وكانت أولين مع اوزان وبتقول له انها متاكده انه هيسرق فيصل وانها هتمسكه المره دي. وكان جوني بيشرح الخطه وان في حفله اخر الاسبوع، وان عمر هيدخل مغسله التنظيف وهيحط كاميرات في بدل رجاله الامن، وان هو اللي هيدخل يلعب في تسجيلات الكاميرات زي كل مره. وقال لهم ان النظام ده ما فيهوش اختراق لانه بيشتغل ببصمه الصوت والوش، وان كلمه السر بتتغير كل يوم. وطبعا الكاميرات كانت بتسجل صوت فيصل وكلمات السر العشوائيه، وبكده هيبقى عندهم صوت فيصل. ولما عمر قال له طيب ووشه هنجيبه ازاي، كانت فيرا متوتره جدا ساعتها. وقال جوني ان التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ما سابش حاجه، وانه هيستخدم صوره مجسمه ثلاثيه الابعاد لوش فيصل، وان اللي بيعمل الصوره دي شركه يابانيه، وان الفريق ابتدى فعلا يشتغل على الصوره، وانه عايز يشتري الشركه دي، وان التجربه نجحت فعلا على كل الاجهزه. وبكده هيبقى فاضل لنا اختراق رمز الخزنه المكون من 6 ارقام. وبداوا في تنفيذ الخطه، ودخل جوني المكان وفيرا كانت معاه على اتصال لحد ما وصل عند الباب، وطلع جهاز بصمة الوش، وكان فيصل في طريقه على هناك. وفيرا بلغت جوني وقالت له اخرج من عندك، لكن جوني كان شغال ومش عايز يتراجع، وابتدى ببصمة الصوت وكانت تمام. وفيصل كان لسه في الطريق، وفيرا اتنرفزت وقالت له اخرج من عندك بسرعة هتتمسك، وطلع بصمة الوجه وما ظبطتش معاه. ولما قصر شوية بقى طول فيصل ظبطت وفتح الباب. ولما وصل فيصل كان جوني دخل، وكانت فيرا بتأكد عليه يخرج وانها مش مسؤولة. وراح عند الخزنة ودخل الارقام السرية وكانت بتقرا. ولما داس فتحت الخزنة ودخل فيصل، وكان جوني دخل جوه الخزنة وراح عند اللوحة وفرح. وفيصل كان داخل الخزنة خلاص، وفيرا قالت له انهم على باب الخزنة وانه هيتمسك جوه. وفيصل خلاص هيدوس، الحارس راحوا وبلغوا حاجة في ودنه، وخرج فيصل بسرعة. وفيرا ما كانتش مصدقة وبتقول له سابوا المكان ومش عارفة ليه، انت اكيد راجل محظوظ. وقال لها جوني مفيش حاجة اسمها حظ، وخلع اللوحة وشاف شغله، واخد اللوحة وحط الحصوة بتاعته وبيضحك. ولما وصل فيصل مكتبه كانوا الحراس ماسكين أولين، وقالوا له انهم مسكوها وهي بتنط من سور الجنينه. وقال لها فيصل ان هو عارفها، وقالت له انها قالت للحرس ان خزنته هتتسرق النهارده، وقال لها يبقى انت اكيد اللي هتسرقيها. وطبعا مش قادره تقول له معلومات، وقالت له انها مش حراميه. ولما قال لها حقيقتك ايه عرفته انها شرطيه من الانتربول وحده جرائم الفن. وقال لها تمام يبقى انت وجوني بتلعبوها مع بعض. وقالت له ان جوني ما يعرفش عنها حاجه ولا ليه دعوه بالموضوع ده. وقال لها خلاص ما تخافيش، محدش يقدر يخترق النظام الامني هنا، وان اي حد يحاول يدخل يتمسك زي الفار في المصيده. ولسه ما خلصش كلام وجاله انذار باختراق امني، وقال لهم اتحفظوا عليها، وطلع بره بسرعه ونزل على الخزنه. وطبعا شاف مكان اللوحه واخد الحصوه وما كانش مصدق، ورجع تاني عند أولين وسالها عن اللي عمل كده وخنقها، وقالت له انها ما تعرفش مين. ودخل اوزان وقال لهم نزلوا المسدسات واطمن على أولين، وقال له فيصل ان هو ما طلبش الشرطه ومفيش حاجه ضايعه منه، وطلب منهم يطلعوا من بيته. وكان جوني قاعد قدام اللوحه ومبسوط، واوزان كان بيحكي لأولين
عن فيصل وبيقول لها ان هو حقير وبيشتغل في اي حاجه غلط، وكان بيحذرها منه. وتاني يوم الصبح وصحيت اولين من النوم ولقت فيصل عندها في البيت، وقال لها ان هو جاي يشكرها على المساعده، وقال لها انه عارف ان جوني هو اللي سرقه. ولما قالت له اوعى تاذيه قال لها تمام انت كده اكدتي لي ان هو. ونزلت جري وراحت على الشركه عند جوني، وكان طبعا فيصل ورجالته راحوا هم كمان على هناك، ودخلوا وطلبوا يقابلوا جوني. وجوني كان شايفهم في الكاميرات وعارف انهم موجودين. وفي نفس الوقت وصلت اولين عنده فوق وقالت له ان في حاجه مهمه هتقول له عليها، وقال لها هتقولي لي انك عامله للانتربول، وهتقولي لي ان انت رجعتي حياتي عشان تقبضي عليا. ولما استغربت قال لها انه عارف من الاول، وان هو اللي خلاها تلاقيه، وقال لها ان هو ما هربش منها، وانه اتمسك في سرقه في المكسيك واتحبس 6 شهور، وانه عمل المؤتمر الصحفي وقال ان هو كان في اجازه عشان ما كانش يقدر يقول الحقيقه، وانه كان هيقول لها على كل حاجه بس هي اللي مشيت، وان لما القدر حكم انها تشتغل في وحده جرائم الفن ما قدرش يعترف لها بالحقيقه، لانها لو عرفت انه حرامي ما كانتش هتسامحه. وقال لها كمان ان هو اللي خلاها تجري وراه عشان تحبه مره تانية. ولما سالته عرف منين انها هتراقبه قال لها انه ساب ادله محدش يفهمها غيرها، وان هو اللي خلاها تشوفه، وانها لما عملت نفسها نايمه كان عارف وكان صاحي هو كمان. وعرفها ان عمر هو اللي دور وراها لما فيرا شكت فيها، وعرفوا انها عميله للانتربول. وساعتها قلت لهم ان انا عارف، وقال لها انه كان مستنيها وهي جت، وقالت له تمام كنت بتلعب بيا طول الفتره دي. وكان فيصل خلاص مش هيستنى وهيطلع عنده فوق، وقالت له انهم هيتكلموا في وقت تاني ولازم يخرجوا من هنا دلوقتي، وانها لو عندها دليل عليه كانت اعتقلته، وانها هي اللي ورطته مع فيصل لانه عارف يوقعها في الكلام ويعرف ان هو. وقالت له لو خرجنا دلوقتي هيمسكونا، ورد عليها انهم مش هيخرجوا من الباب. وفعلا اخدها وطلع، وكان في طياره هليكوبتر فوق المبنى، ووصلوا عندها وركبوا الطياره واتحركوا من المكان. ولما نزلوا كانوا رايحين على كوخ صغير ومكان غريب، وشكله كان قديم ومهجور، والمفاتيح كانت بره. ولما دخلوا كان المكان جميل من جوه وحديث، واتضح ان كل اللوحات المسروقه هناك. وقال لها الدليل قدامك اهو، وقالت له انه اخد كل حاجه هزار حتى حياته، ورد عليها بان ايه اللي هيحصل لو خاف، وان مفيش حاجه هتتغير في الماضي او المستقبل، وانه لازم يستغل الفرصه ويتمتع. ولما سالته يتمتع بايه قال لها يتمتع بيها وبحبها. وقعدوا مع بعض وشربوا، وسالته ليه بيسرق اللوح، وقال لها ان جده ابو امه كان رسام، وان البيت ده كان بتاعه مع انه رسام كبير لكن محدش اهتم برسوماته، وانه مات حزين بالسبب ده. وانها هي كمان قالت له ان الموناليزا محدش قدرها غير لما اتسرقت، وما اخدتش شهرتها غير بعد كده. وقال لها كمان ان هو مش مثالي ومفيش حد مثالي. وهم في وسط الكلام الازاز اتكسر وقنابل دخان اتحدفت، وطبعا فيصل، وقاموا طالعين بره، واولين بترد ضرب النار، وكان جوني بيسالها بتحبه ولا لا، واخدته وطلعت بره، والعصابه لسه بتضرب عليهم. وفيصل قال لرجالته مش عايزهم يموتوا، وجريوا ناحيه الميه وطلعوا على جسر صغير، وفيصل برضه وراهم واخد مسدس وكمل. وهم بيجروا بتتفاجئ اولين ان مفيش مكان للهرب. ولما وصل فيصل كان لسه برضه جوني بيسالها بتحبه ولا لا، ورفعوا ايديهم واستسلموا، وفيصل بيضرب نار جنبهم. وبنتفاجئ باوزان وقال لهم يسلموا نفسهم ويسلموا السلاح، وكانت مستغربه اولين عارف مكانهم ازاي. وبنعرف ان جوني ساعه ما كان بيجيب الرمز السري لقى شنطه وكان فيها اوراق بالدين فيصل وصورها، وبعدين طلب يقابل الضابط اوزان واداله الادله على فلاشه، واتقبض على فيصل فعلا. واوزان عرف اولين انه مهم يقبض على واحد زي فيصل، لكن مش مهم يقبض على راجل بيسرق لوح وما ضرش حد. وقال لها ان الكوره في ملعبها دلوقتي وتعمل اللي هي عايزاه مع جوني، وقال لها انه معاها في اي اختيار وهيدعمها. وشكر جوني على الفلاشه. ولما مشي وبقوا لوحدهم قالت له ان هي مش هتسلمه للشرطه، وقالت له انها بتحبه، وقال لها انه عارف. وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.